قالوا الحملة ماتت، قالوا الناس زهقت والشركات صدقت الكلام ده. بس في سر محدش قالولك لحد دلوقتي، غلاء الاسعار اللي ممكن يحصل ده اكبر مصلحة لينا، هم اللي جابوا لنفسهم يا صديقي، وده الوقت اللي هنقلب فيه الترابيزة على الكل. الشركات دلوقتي بتسمع الفيديو ده وبتقول سيبوهم يقولوا لي شويه وهيسكتوا في الاخر، ودي اكبر غلطه هيرتكبوها، لان اللي هيحصل في خلال الاسبوع ده هيخلي اللي حصل في 2022 لعب عيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا اخويا؟ واهلا بيك في فيديو جديد. في بداية الفيديو عندي رسالة واضحة لكل الشركات ولاي جهة ساهمت في خراب وضع الانترنت في مصر. انتوا فتحتوا على نفسكم باب مش هتعرفوا تقفلوه، انتوا لعبتوا بالنار ومش هتقدروا تطفوه. احسن هدية قدمتوها للحملة انكم ناويين ترفعوا اسعار الباقات، والله مستني اللحظة ديت من اول يوم، لانها ببساطة هتقلب الترابيزة عليكم، والقرار ده ان شاء الله هيكون نقطة التحول ضد نظام الباقات في مصر. لو كنت فاكر ان حملة انترنت غير محدود ماتت، لا احب اقولك صباح الفل، احنا لسه عايشين ولسه مكملين ولسه هنعمل دوشة اكبر من اي وقت فات. عارف يا صديقي اللي الشركات مش مستوعباه، ويمكن انت كمان، ان الغلاء ده مش ضدنا ولا ضد الحملة، ده اعلان رسمي ببداية نهاية نظام الباقات. الفيديو ده يا صديقي خطوة جديدة وبداية جديدة، واحنا مش جايين نعيط ولا نقول اسعار غليت نعمل ايه، لا احنا جايين نقول احنا راجعين ونوصل صوتنا من تاني. في البداية بقى كده مش عايز واحد يسيب الفيديو ده بدون لايك، بدون تعليق، بدون مشاركة. عايزين الفيديو ده يطلع ترند عشان نرجع الحملة اقوى من الاول. انا عايز الفيديو يطلع ترند باي شكل، اعمل اللي عليك ما تعتمدش على غيرك. كمان لازم تنزل تشترك في القناة التانية ترشب بالعربي، لان في خلال اليومين الجايين باذن الله ينزل عليها حلقة مهمة جدا ان شاء الله. الفيديو ده هيكون فيه دبلجة بالانجليزي عشان نوصل قضيتنا للعالم كله، ولاي حد بيتفرج علينا من بره مصر. دي رساله مهمه جدا لازم تعرفوها. في مصر احنا بندفع تقريبا نفس سعر الانترنت غير محدود اللي موجود عندكم في اوروبا وامريكا ومعظم دول العالم، لكننا ما بنستلمش نفس الخدمه. انتوا بتدفعوا نفس السعر وبتاخدوا انترنت مفتوح وسرعات ثابته، احنا بندفع نفس السعر وبناخد انترنت محدود وسرعات بتنزل بشكل مهين وما بتوصلش نص اللي بنتفق عليه واللي بيتكتب في العقد اصلا. الوضع ده بيقتل فرص الشباب اللي عايز يشتغل من البيت ويجيب دخل بالدولار، وحرفيا بيموت التعليم الرقمي وبيمنع ملايين الناس من حقهم الطبيعي في الوصول للمعلومه. احنا مش بنطلب رفاهيه، احنا بنطلب ابسط حق رقمي موجود في كل دول العالم. ودعمكم لينا مهم جدا جدا، ساعدونا نخلي صوت الحمله يوصل للعالم كله، ساعدونا نوصل صوتنا، شاركوا الهاشتاج بتاعنا Unlimited Internet in Egypt، انترنت غير محدود في مصر. مفيش حمله بتنجح باليوتيوبرز يا صديقي، الحمله الوحيده اللي هتنجح هي اللي بيشيلها الشعب مش صانع المحتوى. قبل ما نكمل عايز اقول كلمه لكل واحد خايف او قلقان يشارك، مفيش حد يقدر يعمل لك اي حاجه، انت بتطالب بحقك، حق موجود في كل دول العالم من امريكا لاوروبا لاسيا. احنا مش بنطلب حاجه مستحيله او غريبه، ما تخافش يا صديقي وشارك، سكوتك هو اللي بيخليهم يتمادوا، حقك مش هيرجع غير لما صوتك يعلى. ده الوقت اللي هنقلب في الدنيا ونثبت اننا مش هنسيب حقنا، كفايه بقى سرقه. دلوقتي يا صديقي شركات الانترنت هتغلي الاسعار، وزي ما قلت لك انه ده في صالحنا. طب ليه برضه؟ انا مش فاهم. عشان الناس اللي كانت قاعده على الكنبه ومش فارق معاها، وعشان الناس اللي مش عارفه تقاطع بمزاجها دلوقتي هتقاطع غصب عنها. القرار الاخير ده هو اكبر خازوق لبسوه لنفسهم، وهو اكبر حافز عشان نتلم من تاني. مفيش يا صديقي واحنا مستمرين. لو انت اول مره تشوفنا يا صديقي تعالى اقول لك وضع الانترنت في مصر عامل ازاي. وعلى فكره الكلام ده اختصار تقريبا لاكتر من 18 فيديو عملناهم عن الحمله. انا مش جاي اقول لك ان النت بتاعنا زي الزفت، انت عايش وشايف المعاناه بنفسك. انا جاي اوريك بالارقام ازاي الوضع ده بيسرق مننا مستقبلنا، وازاي الشركات بتشتغل. اولا احنا فين على الخريطه؟ ازاي مصر اللي هي قلب العالم لسه بتترزع في الترتيب تحت كل الدول اللي حواليها في سرعات الانترنت؟ يا عم فلسطين اللي هي محتله عندها انترنت انليمتد وافضل مننا، دول عربيه جنبنا بتدي نت مفتوح بالراحه وبسرعات اضعاف بتاعتنا وبسعر ارخص. احنا حاليا بندفع اسعار بتقرب جدا من التسعير العالمي للانترنت الغير محدود، يعني تقريبا فاضل 3 او 4 دولار عشان نوصل لتسعيره $10 اللي بتدفعها الدول اللي عندها نت مفتوح فعلا. المشكله كمان ان احنا مش بنقبض زيهم، احنا المرتبات عندنا في الارض، يعني اصلا المقارنه غير عادله. المواطن في اوروبا بيدفع $10 من مرتب $2000، واحنا بندفع نفس $10 من راتب $100 بس وبناخد نت محدود. ازاي دوله تخلينا ندفع نفس سعر الانترنت الانليمتد بره وفي الاخر تدينا خدمه محدوده؟ ده اسمه شتيمه واضحه للمستهلك، وبتقول لك ادفع زي المفتوح بس خليك مقيد ومذلول بالاستخدام العادل. واعتقد الفيديوهات اللي قبل كده عن الحمله شرحت الموضوع ده بالتفصيل. كده يا عم الحاج تبقى المشكله مش في الكابل تحت البحر، المشكله في اللي ماسك الحنفيه فوق الارض وله مصلحه انه الانترنت يبقى محدود. ثانيا مسخرة الاستخدام العادل في مصر والسياسة اللي بيضحكوا علينا بيها. النت المفتوح بسياسة الاستخدام العادل بكل بساطة اسمه ضحك على الدقون. حضرتك دلوقتي يا صديقي بتدفع فلوس عشان تاخد خدمة كاملة زي باقي البني ادمين، بس أول ما كده تخلص السرعة بتنزل لدرجة إنها بتبقى سلحفاة ماشية على رجلين. احنا مش بنطالب إنهم يعملوا لنا جمعية خيرية ويفتحوا لنا النت، احنا عايزين خدمة محترمة قصاد الفلوس اللي بندفعها غصب عننا.
ثالثا جهاز تنظيم الضحك اقصد الاتصالات. دلوقتي يا صديقي لما بتحصل شكوى انت بتروح لمين؟ هل لنفس الشركه اللي انت بتشتكيها؟ الهيئه اللي المفروض تحمينا دي دورها فين من كل المسخره ديت؟ المواطن بيدفع دم قلبه وبياخد سرعه عامله زي المراجيح، ده اسمه استنزاف جيب المواطن المصري مش خدمه. طب في سؤال منطقي دلوقتي، فين السرعه اللي بندفع ثمنها؟ الشركات بتبيع لك سرعات 30 و70 ميجا و200 ميجا كمان، لكن حالك بتاخد نسبه بسيطه جدا منها خصوصا في اوقات الذروه. الاعلانات اللي بنشوف في التلفزيون ده يا صديقي مش هي الواقع نهائي، احنا بندفع ثمن عربيه سباق وبنسوق توك توك حرفيا. يا جماعه ما فيش رقابه على السرعات اللي بتوصل للمستهلك فعلا. لو النت عندي بينزل ل 5 ميجا في عز الليل يبقى انا بدفع ثمن خدمه وهميه. ومش هروح بعيد يا صديقي، ده اللي بيحصل معايا انا. السرعه عندي لو وصلت ل 8 ميجا بت بقيت بطير من الفرحه، وده اصلا اللي مخليني اعمل فيديو كل 10 ايام. النت مش مساعدني اعمل اي حاجه حرفيا، انا بقعد ارفع الفيديو بال10 ولا 12 ساعه ما اعرفش ليه. بقالي 3 شهور بعاني من النت وكميه شكاوي رهيبه سواء للشركه او الجهاز القومي ومفيش حل. اسمعني كويس، عشان قضيه النت المفتوح دي مش رفاهيه، دي قضيه اكل عيش ومستقبل بلد كامله. اولا تضييع فرص الفريلانسرز وطلبه الشغل، اقتصاد العالم كله ماشي بالفريلانس والشغل الاونلاين. ازاي شاب عايز يشتغل فريلانس ويجيب دولار للبلد وهو خايف يعمل ابلود لملف كبير او يعمل مكالمه فيديو مع عميل من امريكا؟ كل جيجا بتخلص منك بتضيع وراه فرصه شغل بفلوس كتير جدا كان ممكن تشغل شاب. احنا بنضيع كفاءات البلد بايدينا. ثانيا مفيش تعليم رقمي ولا تحول بجد. ازاي عايز الناس تتعلم اونلاين ونطلب من الطلبه يعملوا ابحاث وينزلوا كورسات واحنا حاطين قيود على النت؟ ده بيخلق فجوه رقميه بين ولادنا وبين العالم. التحول الرقمي الفعلي محتاج نت بيطير مش بيزحف. القيود دي بتوقف عجله النمو في كل حته تقريبا. خلاص كده يا صديقي انا خلصت كلام في تحليل الوضع، دلوقتي وقت الجد. احنا وصلنا لنقطه ان اللي مش عارف يقاطع بمزاجه هيقاطع غصب عنه، وقريب جدا الشباب هنبدا المقاطعه الكامله اللي محدش هيقدر يكسرها. فلوسك هي سلاحك، فلوسك هي اللي هتعمل المستحيل. بس قبل المقاطعه لازم ننفذ الخطوه ديت زي ما الكتاب بيقول. اسمعني بقى. الجمعه الساعه 8 بالليل بالظبط كل واحد يظبط المنبه بتاعه. عايزين نولع كل المنصات في نفس اللحظه، الصوت لازم يكون واحد وموحد، وهنطلع بنفس الهاشتاج الاساسي بتاعنا، انترنت غير محدود في مصر. الشركات بقى تهاجم وتعمل اللي تعمله، المهم احنا هنقدر باذن الله نوصل الهاشتاج للعالم كله. الهاشتاج مش هيكون على منصه واحده اكس زي ما احنا متعودين، الهاشتاج هيكون على كل المنصات، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام. عايزين مصر كلها تعرف بالهاشتاج. قول لصاحبك، قول لجيرانك، عرف غيرك بالحمله، ابعت البوستات، انشر الفيديوهات، شارك اي حاجه، المهم نرجع الحمله من تاني. احنا اللي نقدر فعلا نخلي الحمله ديت غير اي حمله فاتت، مش كلام وبس لكن فعل. الجمعة الساعة 8 كلنا هنكون على قلب راجل واحد على كل المنصات. تاني خطوة بقى يا صديقي وهي التوقيع على العريضة اللي في الموقع. هتلاقي رابط الجروبات في الموقع بتاع الحملة وكمان التطبيق في الوصف. نزل التطبيق وشارك في العريضة أو من خلال الموقع. القضية محتاجة توقيعاتكم عشان تبقى قضية بجد. التوقيع في العريضة يا صديقي ده هو دليلنا الرسمي قدام المحكمة. أول حاجة تعملها بعد الفيديو ده مباشرة انزل وقع. ثالثا بقى شير ووصل لصناع المحتوى، انشر الفيديو ده في كل حتة عايزين انه يطلع ترند، وروح لكل صانع محتوى بتتابعه خليه يتكلم عن الحملة. ما تخافش وشارك، ما تخافش وشارك. أعتقد دي الفرصة الأخيرة لينا نثبت إن صوتنا لسه موجود. الشركات دي كلها دلوقتي قاعده بتتفرج على الفيديو وفاكرين اننا بنقول كلام فاضي ومفيش حاجه هتحصل. رسالتي ليهم واضحه، لو مفكرين ان الاسعار الجديده هتخلي الناس تستسلم فانتوا غلطانين. الاسعار الجديده هي رصاصه الرحمه دي في سوق مصر. الجمعه الساعه 8 مش مجرد ترند، ده استفتاء شعبي لو طلعنا فيه كلنا الشركات هتعرف ان الشعب ده مش لعبه. يلا بينا يا شباب نعمل المستحيل. وبس كده صديقي، وسلام.